عاوز تجيب موبايل ومش عايز تدفع 15 20 الف جنيه، ولا معاك 8 9000 جنيه تدفعهم في موبايل اقتصادي يمشي الدنيا. ايه بقى، خلاص مش هنشيل موبايلات؟ انت عايز موبايل ب 5000 جنيه بس ما يقرفكش، بس انت برضو عارف ان الموبايل ده هيبقى للمكالمات، تفتح فيس واتساب، يمشي معاك الدنيا مش اكتر من كده. اكتر موبايل كنت احب ارشحه في الفئه دي الاونر الاكس 6 بي، بس ما كنتش احب اتكلم عنه لان العلبه بتاعته فاضيه ما بيجيش فيها غير الموبايل. بس اونر صلحت ده ونزلت بالاكس 6 سي اللي جاي يصلح كل الغلطات دي، واهمهم ان العلبه هنا جايه كامله فيها الشاحن والجراب والسكرينه، يعني حرفيا تشتري الموبايل وتروح بيتك مش محتاج تجيب حاجه تانية. ومن الاخر يعني ده من اكتر الموبايلات اللي ممكن تعجبك في فئه ال 5000 جنيه. تعال اعرفك عليه. الاكس 6 سي جاي بتصميم للكاميرات في الظهر نفس شكل سلسله الاونر، تحسه كده في نفسه من بعيد. الاكس 8 سي اللي هو ضعف ثمنه تقريبا، جاي بخامات من البلاستيك، ودي حاجه عاديه جدا في الفئه السعريه دي، مع وزن 200 جرام وسمك 8.4 مللي. الموبايل هنا تخين بس مش هتحس بالحاجه دي، يعني هي الموبايلات كلها كده، قلت اقول لك بس. والجامد هنا في التصميم نقطتين. اول نقطه ان الموبايل هنا مقاوم للصدمات والكسر، يعني لو وقع منك هيستحمل، وواخد شهاده بكده من اس جي اس. كمان عندك هنا شهاده لمقاومه طرطشه الميه او قطرات الماء والغبار، يعني الاي بي 64، ودي حلوه هنا في الفئه السعريه دي. اغلب الموبايلات اصلا هنا بتجيب الاي بي 54، انت عندك هنا اي بي 64. هما الاتنين قطرات ميه بس دي احسن شويه يعني، بس اوعى تنزله في الميه اوعى. ونروح بقى للشاشه اللي جاب تصميم كويس جدا. هنا الشاشه هنا جايه تي اف تي بدقه الاتش دي بلس. طبعا الشاشه هنا مش احسن حاجه ومش هتاخد منها تجربه حلوه في المشاهده، خصوصا لو انت جاي من موبايل شاشته حلوه، شاشته اموليد او فول اتش دي على الاقل. لكن على الفئه السعريه دي هي دي الشاشه اصلا الشائعه والمنتشره هنا، بل بالعكس في كام نقطه هنا بتميز الشاشه دي. اولهم ان جايه عندك هنا بشكل الثقب للكاميرا السيلفي، مش بالنوتش القديم اللي موجود في اغلب الموبايلات اللي في الفئه السعريه دي واللي في اعلى منها كمان. تاني ميزه موجوده في الشاشه هنا انها جايه بتردد 120 هرتز، وما تاخدهاش يعني انها 120 هرتز قوي، يعني مشيها 90 بس هي حاجه موجوده. تالت نقطه جامده بجد وهي البسطاني من شاشه الموبايل ده، ان جاي بسطوع عالي بيوصل ل 1000 نتس. اخوه القديم الاكس 6 بي كان جاي بحوالي 780 نتس، وكانت دي اسطع شاشه في فئه ال 5000 جنيه. فاخوه الجديد اللي لسه نازل جاي يعلي عليه في النقطه دي، وحرفيا دي يمكن اعلى سطوع للشاشه هتلاقيه في الفئه دي، فهيبسطك يعني تحت الشمس. خد كمان دي الشاشه هنا داعمه للاولويز اون ديسبلاي اللي المفروض تبقى موجوده في الشاشات الاموليد، هي موجوده معاك هنا في الشاشه تي اف تي. عايز اقول لك في شاشات اموليد من موبايلات تانية شايلين الاولويز اون ديسبلاي، ما علينا. حاجه حلوه انها موجوده. حواف الشاشه هنا مقبوله، احنا بنشوف نفس الحواف دي في موبايلات اغلى ب 2003 من هنا. فمن الاخر يعني كتصميم الموبايل هنا هيبسطك. اقول لك ايه، ما تمثل بلايك او سبسكرايب. شوف لو هتسيب كومنت يعني يبقى. نروح بقى للاداء. الاكس 6 سي جاي بالميديا تك هيليو جي 81 الترا، ولو سمحت يعني سيب كلمه الترا دي على جنب، كلهم بيقولوا كده. هو هيليو جي 81 عادي يعني. ايه اخبار المعالج ده؟ هو تقريبا نفس اداء الهيليو جي 85 اللي كان موجود في اخوه القديم الاكس 6 بي، واللي موجود في كام موبايل في فئه ال 5000 جنيه. يعني فرق بين المعالجين يعتبر لا يذكر، مش موجود. يعتبر الاداء واحد في الموبايلين او في المعالجين، سواء جي 81 او جي 85. على الفئه السعريه دي معالج تمام هيمشي معاك الدنيا، فيسك واتسابك مكالماتك الدنيا زي الفل معاك، وكده كده محدش بيحط معالج احسن من كده في الفئه دي. نقطه الاداء هنا مش عيب بس مش قوه، عادي يعني. بس نقطه القوه فعلا هنا ان الموبايل هنا جاي لاقل نسخه ب 6 جيجا رام مش 4 جيجا رام زي اغلب الموبايلات اللي موجوده دلوقتي. ونصيحه ليك على جنب كده، اي موبايل تشتريه حاول ما تقلش عن 6 جيجا رام. نروح للكاميرات. وطبعا انا عارفك انت كده كده مش هتسال على كاميرات في فئه 5000 جنيه، بس حابب اطمنك معاك كاميرا رئيسيه 50 ميجا بكسل هتلقط بيها صور معقوله. لو في اضاءه الشمس والاضاءه مساعداك هتاخد صور هتعجبك. بالنسبه اللي انت دافعه في الموبايل صورت كتابه ورا اي حاجه هتمشي الدنيا معاك، مش هتقول لا. بيصور فيديو هنا 1080 وده عادي جدا. السيلفي هنا 5 ميجا بكسل مش هتعجبك، اداء ضعيف، يعني محتاجه ظروف اضاءه مثاليه جدا عشان تطلع منها صور عدله. بس يعني عشان نقول الحق يعني ما نجيش على موبايل ب 5000 جنيه ونطلب منه كاميرات خرافيه. لا، الكاميرات هنا على قد الموبايل ومش هتزعلك لما تجربها مع باقي امكانيات الموبايل، مش هتزعلك. احد نقاط القوه الموجوده في الموبايل هنا الشبكات. شبكات الاونر الاكس 6 سي او موبايلات اونر عموما شبكات محترمه قويه. لو انت قاعد في منطقه شبكتها ضعيفه الموبايل ده هيخدمك جدا هنا. كمان الموبايل ده تحفه في المكالمات، مش بس عشان الشبكات هنا قويه، لا انت عندك هنا ميكروفون اضافي لعزل الضوضاء، وده مش بنشوفه كتير في الفئه دي، وجوده هنا ميزه. فتجربه المكالمات لو انت هتعتمد على الموبايل ده في المكالمات سواء بره البيت او جوه البيت هيبسطك وهيأدي معاك جدا. عندك باص موجوده في زرار الباور واداء محترم. مش بس كده، عندك ضافوا لك زرار جديد عشان الذكاء الاصطناعي،
هتدوس على الزرار ده يفتح لك بقى الكاميرا، واي حاجه توريها للكاميرا تقول لك الحاجه دي ايه. نفس اللي كانت موجوده في جيميناي كده، بس لها ايه، زرار مخصص ليها زي زرار الباور كده، حركه روشه يعني. الصوت هنا سماعات مونو ده طبيعي، وصوتها مش اعلى حاجه بس عادي عديها مش مشكله. البطاريه هنا جايه كبيره 5300 ملي امبير مع شحن سريع 35 واط، والحلو انه موجود معاك في العلبه هنا. يعني هم مش قايلين يشحن في قد ايه، بس هو تقريبا في حدود الساعه ونص ساعتين الا تلت يكون موبايلك خلص شحن. اقوى النقط اللي بتميز الاكس 6 سي هنا تصميمه الشيك سواء من الظهر او من الشاشه، مع الثقب للكاميرا السيلفي، مقاوم للصدمات، واخد شهاده لقطرات الماء الاي بي 64، شبكات محترمه، ومايك اضافي لعزل الضوضاء، حاجتك موجوده معاك في العلبه، الجراب الشفاف والسكرين الملزوقه عليه. الموبايل جديد لسه نازل الشهر ده بضمان محلي، هتلاقي منه نسختين 128 جيجا مع 6 جيجا رام في حدود ال 5800 جنيه، وممكن تلاقيها في حدود ال 5700 مثلا. النسخه الثانيه 256 جيجا مع 6 جيجا رام في حدود من 6200 ل 6400. وطبعا لو تقدر تزود 2000 جنيه وتطلع على الاقل يعني لفئه ال 8000 جنيه، هتلاقي هنا موبايلات حلوه زي السامسونج جالاكسي اي 16. طب هل يستاهل انك تطلع وتزود ال 2003 دول؟ يستاهل. هتاخد هنا كاميرات احسن، معالج احسن، شاشه احسن. كنا عملنا عنه مراجعه كامله وممكن تشوفها من هنا. مع السلامه.